بعض الشيش طاووق العظمه ده ان شاء الله يحوز اعجابك. طعم لذيذ وريحه جميله وتوفير كمان وانضف من اي مطعم. كانت معاكي صفاء مجاهد من صفحه طبق طبعنا. اتمنى تدعميني بسبسكرايب لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي، عشان تفعلي معايا القناه. شكرا جدا عليكم احلى متابعين، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده عايزين في عجاله كده اهو نعمل شيش طاووق في البيت ونحول المطعم زي ما قلت للبيت عشان اخلاق المعيشه. معانا فرخه، طبعا الفرخه تكون كبيره عشان طبعا ترمي معاكي لحم. بالوصف ده كده. انا طبعا غسلتها الغسيل اللي هو التقليدي تحت الميه وشطفتها حلو قوي. تمام. بنعمل ايه بقى؟ بنشيل الزوائد بتاعتها على طول كده. تمام. نقطعها طبعا قطع صغيره. هي شيش طاووق بس كده. نفصل كده اللي تحت. طبعا ده هيبقى بالعظم عادي، مفيش مشكله فيه. ادي اهو كده. تمام. اهم حاجه وانا بقطع الفرخه بتاعتي ما اقطعش العظم غير من المفصل، عشان ما يفضلش يديني دم وانا بعمله وانا بسويه. الوركين كده وبجيب الجزء ده طبعا عشان مش هينفع عشان في عظم. بعمله كده اهو، بفصه كده. المفصل طلع اهو، باخده كده. دي قطعة طبعا كلها معظمها عظم. لو حابة برضو اشيشها مش مشكلة، احطها في السيخ مفيش مشكلة فيها، او انحيها جانبا هتبقى السليق. بمسك الورك كده. طبعا في مفصلين. المفصل ده بتاع الدبوس زي ما قلت لك ما تكسريش عظم. بنعمل مفصل كده اهو، شفتيه؟ بصي هو ده قصدي اهو، ما يطلعش فيه دم ولا اي حاجة. نفصل كده كده الدبوس اهو. وادي الجزء ده. طبعا اي جلد زوايد بنشيلها عشان نظبط الجزء بتاعنا. وادي كده قطعتين اهو. نفس القصه هعمله في ده دوت. بصي قطعته مكعبات كده زي ما انت شايفه. حتى اللي فيه عظمه عملتها كده. تمام. باخد بقى بقيه الرقبه من الجزء العلو ده. تمام. اهي الرقبه اهي، شيلها حتى بايدي اهي، مش فيها مشكله. اهي طلعت اهي، مش عايزينها دي. تمام كده. اصبح الصدر عندنا جاهز. هعمل كده حز صغير كده واعمل كده اهو. خلاص كده انا فصيته. عشان حابه تعملي كمان بانيه في البيت مش مشكله، نبقى عاملين حلقه ان شاء الله للبانيه. اهي كده قطعته. طبعا الفرخه كبيره زي ما قلت لك 2 كيلو 2 وربع. عشان كل ما كانت كبيره تديني لحم اهو. طبعا الصدر مفيش مشكله فيه، بقطعه كده مفيش مفاصل، فبقطعه بالكيفيه دي كده. نيجي عند الجزء بتاع الجناح، في مفصل هنا نشيله كده بحاله. بيبقى طعم قوي الجناح على فكره، في ناس بتعشقه وانا عامله حلقه ليه قبل كده. جوانح الفراخ لوحديها بتبقى لذيذه جدا، بس طبعا مش هخبي عليك يعني كترها مضر. اهو بصي الجناح كله بحاله. تمام. نيجي هنا نروح عاملينها كده. دي طبعا زي ما انت شايفه مكدسه لحم. بحاول بقى اقطعها مكعبات حلوه كده. الجزء بتاع الصدر قسمته كده اهو عشان يبقى مربع. طبعا هو في عظمه، احنا مش عايزين العظمه دي، عادي ممكن نشيلها اهو. تقطع بسهوله جدا. بصي كده قطعه كده عشان يبقى مربع وحلو. لو في عظمه واضحه مدفونه مش مشكله اهي. بصي كده عايزاها تبقى مكعبات بالطريقه دي كده. وهي دي الناحيه دي برضو بحط الجلد عليه، لان الجلد ده بيبقى شكله حلو في التحمير. اقطع الجزء ده كده مكعبات مربعه كلها. تمام. الجزء ده بقى اللي هو زي الريش ده انا بشيله خالص، مش مشكله خالص. هنا لتر من الميه حسب طبعا كميه الفراخ اللي انا هعملها شيش طاووق. بعمل الميه دي او المحلول النقع ده، ليمونه معصوره كبيره مع معلقه خل كبيره، وبحطه في الميه مع شرايح ليمون برده كده مقطوعه ومعلقه من الملح. بحط ده كده اهو وبنزل بالفراخ بتاعتي. حطيته في محلول الملح زي ما انت شايفه كده. المحلول اللي انا بنقع في الفراخ 100 ساعه 2 او نص ساعه يعني حسب المتاح عندك، بس يقعد مش اقل من نص ساعه. تمام. هنحيه جانبا بقى. معانا رز بسمتي النهارده عشان نعمل جنبيها طبق رز مبهر. هيعجبك جدا. نحضر بقى التتبيله. هنا الفراخ في محلول النقع زي ما انت شايفه بتاخد وقتها ساعه 2 زي ما انت حابه. المفروض ان انت تحطيها. في ناس بتبيتها اللي هم الكبابجيه بيبيتوها كده وعشان يعملوها تبقى شاربه ومتحيقه. هنحضر بقى التتبيله بتاعتي. انا حاطه هنا معلقه زعتر
بيدي منكهات حلوه جدا زيوت الطياره. تتبيله الرز البسمتي دي اساسي طبعا. بحط هنا بنزل بايه، بكميه على حسب كميه الفراخ بتاعتي. تمام. معلقه زيت كبيره. طيب معلقه خل وليمون دي اساسي. تمام. هنا بقى مجموعه البهارات الجميله دي، الفلفل الاسود والملح ده اساسي. عندي معلقه من الكركم، نطره من الزعفران، بودره الزعفران، نطره من القرفه، برضو بصل بودر وثوم بودر، البابريكا، حاطه ايه تاني، طبعا جنزبيل عشان نسيته، نطره برضو عشان بيضيع الزفاره تماما. وبنزل بقى بكل التتبيله او البهارات دي خلاص كده، وبقلب. وبعدين بنزل فيها الفراخ بتاعتي بقى، نشيلها من المحلول النقع ونزلها فيها، تقعد مثلا ايه من ساعه لساعتين برضو على الاقل عشان تشرب من التتبيله. طيب اهم حاجه بقى في المكونات بتاعتي دي الزبادي، بيدي طراوه فظيعه جدا للفراخ او اللحمه، حسب طبعا بنزل بيه حسب كميه الفراخ بتاعتي. خلاص كده، وبدوب كل المكونات بتاعتي كده. نقعد شويه، نبتدي بقى نطلعها. طبعا نحاول نصفيها على قد ما نقدر كده. تمام. نحطها في التتبيله بتاعتنا ونقلبها برضو، تقعد شويه كده. كل ما قعدت في التتبيله كل ما شربت منها وبقى طعمها كويس وكلها نبتدي بقى نقلبها كويس. البلاش ديت او لابسه جوانتي او من غير، مش مشكله. المهم ان احنا ايه، نغمسها خالص في التتبيله دي عشان تشرب منها. ولو قعدت، كل ما قعدت في التتبيله بقولك من زمن يعني وقت، هتبقى حلوه جدا لما تشرب. عملنا شيشنا الطاووق اهو زي ما انت شايفه اهو، حطيناه في الخله. طب الخله ديت لو انا هشوي على الفحم لازم ابلها تقعد ساعتين كده في الميه عشان ما تنشفش. طيب انا دلوقتي هسيخ، لازم اضم كده ايه مثلا سيخين 3 عشان يبقى ماسك كده العود. اضمهم من هنا من قدام عشان ما يفرعوش مني. بمسك بقى كده اهو قطعه كده، حتى لو ايه هي نازله كده بدخلها كده اهو. تمام اهو الوصف ده كده. بصي مضمومه، مسكت دي طبعا شويه اهو، مضمومه مع بعضيها كده، واجيبها طبعا للاخر كده اهي. تمام. بحب احط فلفل برضو، بضم من الاول عشان ايه ما يفتحوش مني. تمام كده. فلفل فلفل. تمام. معاها بصلايه، طبعا دوست على البصلايه جزيتها من الجنب عشان تطلع لي فروع صغيره كده، تدي طعم حلو وفي نفس الوقت نكهه. وندخلها كده اللي احنا بقى عايزينه. بنحطه فلفل الوان، فلفل رومي المتاح عندي. وبعمل كده واكمل بقيه السيخ. شايفه كده الشيش طاووق خلص وحطيته في السيخ. هنبتدي نشيله كده. بس حطيت ميه سخنه، شرايح الليمون، طبعا بقيه البصل اللي انا مش عايزاه مش مشكله، لورا، شرايح الليمون. خلاص تمام كده. بس كده هنحط كده الشوايه انت شايفه، بنحاول نحطها بقى كده نقفلها. هتستوي على درجه حراره 180 او 190 حسب الفرن بتاعك. المهم ان ايه، ان اول ما تستوي ونرجع نشوفها ونحمر الوش وتبقى احلى ان شاء الله. هتقعد من ساعه لساعه الا ربع. ده كبرها لان طبعا متقطعه زي ما انت شايفه ورقيقه، فمش هتاخد وقت. وهقول لك الوقت المظبوط اول ما تطلع وان شاء الله نشوفها تبقى حلوه. طبعا التتبيله بتاعتها الجميله دي عشان فيها طبعا زيت وفيها توابل كتير، بندهن كده عشان يبقى شكله احمر وكويس. واثناء وهي بتستوي بعد نص ساعه كده ببتدي ايه، لو عشان ما تنشفش ممكن ادهنها تاني من نفس التتبيله على حسب بقى ايه السوا وشكلها معاكي هيبقى عامل ازاي. ان شاء الله تبقى حلوه جدا. وده كان الشيش طاووق لما خلص. طبعا ما تنسيش الفحميه عشان التقديم العظمه ده. لما طلع قعد ساعه، ولما ساعه الا ربع ولعت عليه الشوايه وبقى باللون الجميل ده. طبعا ريحه وطعم هيعجبك جدا. دعمي معايا القناه عشان يوصلك مني كل جديد. كانت معاكي صفاء مجاهد من صفحه طبق طبقنا. اتمنى تدعميني بالاشتراك، وشكرا جدا لمتابعتك.